ويا وهلا بكل المهندسين من بعد غياب طويل. آسف على هالقطعة الطويلة، بس صار في قانون جديد بالقناة، وهو أي فيديو بيكون عليه فوق 10,000 مشاهدة فحنزل فيديو تاني، ولو ما قطعش فبعتذر جدا، مش حنزل. لأنا مشغول بصفحة ستريم الجديدة وسكر اللي فتحتها على الفيسبوك، وعلشان هذا الفيديو يقطع 10,000 مشاهدة فبتمنى منك تدوس لايك. طبعا انت مهندس وبتعرف شغلك، وما تنساش تتابعني على صفحة وسكر على الفيسبوك بعد ما تحضر ملخص اليوم، ورابط الفيلم طبعا حيكون بالتعليق المثبت. وبتمنى اني ما كنتش طولت عليكم. يلا بينا. فيلمنا بيبدأ بدولة كوبا مع رجل اعمال كبير اسمه فارجيس، وبيطلب من مساعده انه يعلن بالجرائد انه عاوز زوجة امريكية، لانه بيؤمن انه امريكا هي رمز المستقبل. هذا كلامه مش كلامي. وبتوصل السفينة اللي بتحمل هذه الزوجة الأمريكية، تقول عنها بضاعة مشحونة يا أخي، وبيكون فارجيس مش قادر يستنى أكثر علشان عاوز يعمل تشوك مع أمريكية وخلاص. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. واخيرا بتوصلوا البنت الامريكيه اللي بيكون اسمها جوليا، وبينصدم بجمالها اللي طلع اجمل من الصوره اللي اتبعتت له عنها، وبتحكي له بانها عاوزه رجل يحبها لشخصها مش علشان جمالها. وهذا اللي لقيته بفارجيس، لانه الصوره اللي وصلته عنها هي صوره بتشبهها، ولكن صوره لبنت حاده الطباع، مش امراه بجمال جوليا اللي واقفه امامه. تمام، الاثنين بيتزوجوا وبروحوا للبيت، وبيكون فارجيس مش مستعجل يعمل تشوك معاها، وبيحكي لها بانه حيعطيها وقت لا تتكيف مع بيتها الجديد قبل ما يعمل معاها اي شيء. وزي اي زوجة معدلة، جوليا بتجيب الفطور لفارجيس الصبح، والاثنين بيبداوا يتغزلوا ببعض، وكلمة من هون وكلمة من هون الاثنين بيفرتكوا بعض. وبيوم بيروح فارجيس وجوليا لمسرحية، وبنص المسرحية بتستأذن جوليا وبتقول بانها عايزة تروح للحمام، فبيلحقها فارجيس بدون ما تعرف، وبيكتشف انها بتتكلم مع ممثل المسرحية. وبيسأل فارجيس جوليا ليه كانت تتكلم مع الممثل، فبتحكي له جوليا بانها كانت عاوزة تروح للحمام بس ضيعت الطريق، لهيك سألت الممثل. يعني ما لقيت غير الممثل تسأليه؟ ما شاء الله. وباليوم الثاني بتوصل لفارجيس رسالة من أخت جوليا اللي اسمها إيميلي، وبتكون مشتاقة لأختها جوليا لأنها ما كتبت لهاش أي رسالة من الوقت اللي تزوجت فيه فارجيس. وبيطلب فارجيس من جوليا إنها تكتب لأختها إيميلي وتحكي لها إنها منيحة، فبتقول له جوليا من عيوني يا عيوني. ومع الوقت بتزداد ثقة فارجيس بجوليا، فبقرر يكتب كل ثرواته باسمها ويدخلها بهذه الثروات، وبيعطيها الحرية الكاملة إنها تتصرف بهذه الفلوس كيف هي عاوزة. والله لا تجيب آخرتك يا فارجيس، اسمع من اخوك يا متخلف. وبعد عدة اسابيع بيجي محقق خاص لفارجيس اسمه والتر، وبيحكي له انه ايميلي استاجرته ليدور على جوليا لانها ما كتبتش لاختها ايميلي. فبيحكي فارجيس لوالتر انه جوليا زوجته حاليا وهي سعيدة بزواجها فيه، وبيدعو فارجيس والتر انه يجي يشوف جوليا يوم الاحد القادم. ولما يحكي فارجيس لجوليا عن والتر بتشعر جوليا بالغضب، وبتحكي بانها مش عاوزة تشوفه. وبعد اسبوع بتروح ايميلي لعند فارجيس وبتحكي له انها عاوزة تشوف اختها جوليا، وبتوريه الرسالة اللي وصلت من جوليا، وبتحكي له بانه الرسالة مكتوبة بخط شخص آخر مش أختها جوليا، وبتشك إنه فارجيس قتل أختها. فبينصدم فارجيس من هذا الكلام وبيرجع للبيت بسرعة ليبهدل جوليا. بس يا حسرة عليك يا فارجيس، لأنه أول ما يوصل البيت بتكون جوليا هربت وأخذت معاها كل فلوسه ومقتنياته الثمينة، وبيروح للبنك وبيعرف إنه جوليا سرقت فلوسه كلها من هناك برضه. وبيجن فارجيس أكثر وأكثر لأنه وثق بجوليا وحبها من كل قلبه، بس هالكلبة كسرت قلبه وسرقت كل فلوسه. وبيلتقي فارجيس بالمحقق والتر مرة ثانية، وبيعرض عليه المساعدة ليلقوا جوليا مع بعض، وبيعرض فارجيس اي مبلغ والتر عايزه ليلقوا جوليا علشان ينتقم منها ويقتلها. وبروح الاثنين للسفينة اللي اتشحنت عليها جوليا، وبيسألوا الكابتن عن جوليا واذا شافوها، وبيعرفوا منهم انها يمكن مستخبية بمنطقة اسمها هافانا. فبيروحوا فورا لهافانا وبيستأجروا غرفة، وبيروح فارجيس لمطعم، وفجأة بيسمع صوت جوليا وبيعرفها، وبيسأل النادل عن جوليا وبيعرف انها مقيمة بنفس الفندق اللي هو مقيم فيه. وبيرجع فارجيس لغرفته وبيجهز مسدسه لينتقم، عاوز يقتلها وخلاص ما فيش يمر محيني. ولما ترجع الغضيبة لغرفتها فارجيس بيصوب مسدسه عليها، وبيتهم فارجيس جوليا انها قتلت جوليا الاصلية قبل ما توصل واجت بدالها لتتزوجه وتسرقه. بس جوليا بتتحجج وبتحكي انه حياتها كانت بخطر من شخص اخر ارسلها لتتزوج فارجيس ليستحوذ على فلوسه. فبعصب فارجيس وبيضربها، فبتحكي له جوليا انها فعلا بتحبه، بس كان الرجل مهددها بالقتل لو ما سرقتش كل فلوس فارجيس. وعلى الرغم من عصبية فارجيس الا انه بقرر يسامحها لانه لسه بحبها. وباليوم الثاني بتحكي جوليا لفارجيس انه اسمها الحقيقي هو بوني، وبانها كبرت بميتم، وهناك تعرفت على واحد اسمه بيلي وهو اللي بيهددها بالقتل حاليا وبيتحكم فيها. وبانه لما صار عمرها هي وبيلي 14 سنة هربوا من الميتم. وبيقاطعها فارجيس وبيحكي لها توقف كلام لانه مش عاوز يعرف اي حاجة عن ماضيها، وبانها بالنسبة له بتكون جوليا مراته.
وبيلتقي فارجس بولتر اللي بيحكي له إن الشرطة عثرت على جثة جوليا الحقيقية، وبسبب هالشيء فالشرطة حاليا بتحاول تلقى بوني لتعتقلها. فبخاف فارجس إنه بوني يتم اعتقالها على جريمة ما سوتهاش أصلا، فبيهرب هو وبوني من المدينة وبروحوا لمدينة تانية اسمها كارديناس. بس والتر بيلتقي بفارجس هناك وبيحكي له إنه حاليا تم تعيينه لاعتقال بوني، فبخاف فارجس جدا من والتر وبيجهز أغراضه ليهرب هو وبوني. بس لصدمته بوني اختفت، وفجأة بيدخل والتر عليه وبيواجهه، وبيحكي والتر لفارجس بإنه ما يساعدش بوني وما يخبيهاش أكثر وبإنه لازم تستسلم للعدالة. وفجأة بتظهر بوني بشكل غير متوقع، وبيكون فارجس خايف على بوني لهيك أطلق النار على والتر وخلص عليه. وبتشعر بوني بالصدمة من اللي صار، وبتطلب بوني من فارجس إنه يروح على محطة القطار ويشتري تذكرتين سفر ليها وليه ليهربوا. وبالوقت اللي بيطلع فيه فارجس من البيت بيصحى والتر، وبيظهر إنه كان لابس درع واكل للرصاص وبإنه كان يتظاهر بالموت. وبيظهر إنه والتر هو نفسه بيلي الشخص اللي كان يتحكم ببوني، وبيكون عاوز بوني تهرب مع فارجس لتسرق بقية الفلوس اللي معاه. الله يخرب بيتك مش بعتش لسه. بس بوني بترفض لأنها بتحب فارجس، بس بوني بيجبرها، فما بيكونش أمامها خيار تاني إلا أنها تخون زوجها مرة تانية. وبيرجع فارجس وبوني لهافانا، وبيحكي فارجس لبوني بإنه حيبيع بعض أسهم شركته لأنه معهوش فلوس حاليا، وهذا الشيء اللي بيكون بيلي عايزه منه. بس بوني بتغير رأيها وبتطلب منه إنه ما يبيعش أي شيء، وبتقترح على زوجها إنها هي وهو يروحوا على الكازينو اللي بتشتغل فيه بوني ويلعبوا قمار، وبإنه بوني حتساعد فارجس بالقمار ليفوز هو ويكسبوا فلوس كثير. فبروح الاثنين وبالفعل بيكسبوا فلوس كثير من القمار، وبيتم اكتشافهم بعد حصولهم على مبلغ كبير من الفلوس. وبيطردوا فارجس من الكازينو بعد ما يضربوه، وعلشان يروق اللاعبين شويه بيغتصبوا بوني. بعدها بقرر فارجس يبيع كل اسهمه، فبروح لسانتياغو. وبعد ما يغادر فارجس بيجي بيلي للبيت وبيعمل تشوك اح مع بوني. مش قلت قبل شويه انك بتحبيه ولهذا كمان غصب عنك. وبيرجع فارجس للبيت مع الفلوس اللي جابهم بعد بيع اسهم شركته. وبالليل بتحكي بوني لفارجس بانها حتروح للصيدليه لتجيب دواء، فبيشعر فارجس بالشك ببوني وبيلحقها، وبيشعر بالصدمه لما يشوف بيلي لساته عايش. وبيسمع فارجس بيلي وهو يحكي لبوني انها تقتل فارجس وتهرب معاه، فبتوافق بوني بتردد، فبينكسر قلب فارجس وبيرجع للبيت. وبترجع بوني للبيت بعد شويه، وفارجس بيتظاهر بانه ما بيعرفش بخططها مع بيلي، وبتسمم بوني القهوه وبتعطيها لفارجس. وبيحكي فارجس لبوني بانه بيعرف انه القهوه مسممه، وبيطلب من بوني تعترف بالحقيقه. وبتعترف بوني انها فعلا سممت القهوه. وبيكون بيلي واقف برا البيت بيستنى فارجس ليموت، وبيحكي فارجس لبوني بانه بحبها من كل قلبه على الرغم من كل شيء عملته معاه، وبيحكي لها بانه مستعد يتخلى عن حياته لو ماتت هي لانه حياته بدونها لا معنى لها. وبعدها بيشرب القهوه المسممه، وبتحاول بوني توقفه بس خلاص فات الاوان. وبيدخل بيلي للبيت وبيكتشف انه ما فيش حد فيه، وبتنقذ بوني فارجس من بين ايدين بيلي وبتهرب لمحطه القطار معاه. وبيروح بيلي للمحطه وبيلقى الاثنين هناك، وبعصب بيلي لانه بوني خانته وبهددها بالقتل. ففارجس بيطلق النار عليه وبوني بتخلص عليه بالسكين، وبسوء وضع فارجس اكثر واكثر بسبب السم وبيموت وسط دموع بوني. وبتم حبس بوني اللي قتلت بيلي، وبتكون تستنى بحكمها للاعدام. وبتحكي للراهب اللي معاها عن قصتها فبيتاثر، وبينما بتصلي مع الكاهن بتيجي لها فكره. وباليوم الثاني بيروح الضباط لياخذوا بوني لمنصه الاعدام، وبيكتشفوا انه بوني اتفقت مع الراهب انه يلبس لبسها وتهرب هي. وبتكون بوني هربت للمغرب، وهناك بيكون زوجها فارجس لساته عايش وبيلعب قمار مع اصحابه. وبوني بتكون تساعده ليعملوا فلوس كثيره من القمار والعياذ بالله. طبعا ما تسالونيش كيف فارجس ما ماتش، فكيف حعرف كيف عاش اذا الفيلم نفسه غبي وما حكاش كيف عاش. لا حول ولا قوه الا بالله. وبهالنهايه بيخلص فيلم اليوم. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهه اشترك بالقناه يا صديقي، فعل زر الجرس واترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناه واستمرارها. وما تنسوش تتابعوا صفحه ويسكر للستريمز على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. واشوفكم على خير بالملخصات القادمه. كان معكم اخوكم عرسان من قناه مهندس الملخصات.